اوعي بالغالي تشتريه، هخليكي في البيت تعمليه ومحدش هيفرقه خالص عن الفستق العادي، وهيطلع في منتهى الجمال. هتعملي بيه كمان حلويات رمضان. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. عندي 4 أو 5 نقط كده من لون الطعام الاخضر، ودي ازازه صغيره اسمها روح الفستق، بتجيبيها من عند العطار. بتحطي تقريبا نص الازازه الصغيره دي، نص كوبايه من الميه، وتقلبيهم كويس جدا كده مع بعض. وتنزلي بقى بكميه الفول اللي انت عايزاه. ده نص كيلو من الفول السوداني، حطيته كده على لون الطعام وكمان على روح الفستق، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. رجعت هنا زودت كمان نقطتين من لون الطعام، وقلبتهم وسبتهم بقى مع بعض كده مش اقل من 3 ساعات. بعد ال3 ساعات خد اللون الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض. ولو اللون ده زياده كده بالنسبه لكم ممكن تقللوا لون الطعام الاخضر شويه. هصفيه بقى في مصفى كويس جدا من اي سوائل فيه. وبعد كده هجيب طاسه ارفعها على النار، واحط كده الفول السوداني بتاعي في الطاسه، واخليه على نار متوسطه يشرب اي سوائل موجوده فيه. انا عايزاه ينشف ويقرمش معايا ويبقى بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بعد ما هيبرد هنزل كده بيه في الكبه، وهبدا كده اضرب على فترات متقطعه. يعني هضرب كده بايدي واشيل ايدي واضرب وبعدين اشيل ايدي، علشان اخد القوام الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. شايفين بجد طعمه حلو جدا وريحته في منتهى الجمال. وزي ما قلت لك محدش هيفرقه خالص عن الفستق العادي. شايفه الجمال؟ يلا بقى حطيه في برطمان وشيليه في التلاجة لرمضان. وكل سنه وانتم طيبين، واعملي بيه احلى والذ حلويات في رمضان، وكمان هتعملي بيه بوتيفور العيد.